وانا كمان خليني اقول انه احمد المغير رجل خيرة الشاطر على تويتر كاتب: سوف تدفعون ثمن حرق مقر المقطم من اعز ما لديكم. يعني طبعا احنا بندين العنف وبندين حرق المقر وبندين سرقة المحتويات، كل ده بندينه يعني، لكن ده رد فعل احمد المغير. معانا دكتور عماد، حضرتك لو تعلق على المشهد معانا. لا، هو المشهد طبعا بداية خليك معانا يا خالد، احنا معاك، انت على الهواء. انا معاك، انا اتجول في محيط المقر. لو تقدر تطلع الدور الثاني اطلع، بس احنا بنسمع، لو في عندك جديد كلمنا واحنا سامعينك، بس هنسمع كمان تعليق من دكتور عماد جاد. اتفضل. احنا بداية وبالذات القوى المدنية لا يمكن على الاطلاق الموافقة على اي نوع من العنف. احنا ضد العنف اطلاقا، ضد دماء بشكل مبدئي، مصريين حتى وغير مصريين. لكن اللي انا عايز اقوله ان اللي حصل ده محصلة عملية استفزاز وتحدي المصريين وقتل المصريين وقتل اولادهم. يعني انا شفت المشهد الصبح على الفضائيات الصبح، مشهد اسيوط والنواح بتاع المصريات على اولادهم، شيء يقطع القلب يعني فعلا. فهل ولادكم اغلى من ولاد الناس؟ وبعدين الاخ المغير ده لما بيقول ستدفعون من اعز ما تملكون، هو بيوجه الكلام ده لمين؟ بيوجهه لمين؟ بيوجهه للشعب المصري؟ ولا بيوجهه لمين بالظبط؟ يعني انا عايز افهم هو صفته ايه وجنسيته ايه هو دوله جوه الدوله؟ يفهم ازاي؟ يعني افهم انه يقول سوف يحاسب كل من اقدم على فعل بموجب القانون والعداله ستاخذ مجراها، ده اللي احنا بنقوله دايما. لكن سوف تدفعون، وهو كان متصور ومعاه بندقيه وبيواجه الناس. حضرتك ده الدور الثالث اعتقد او الثاني، الدور الثاني، صعدنا الدور الثاني، ويبدو انه دي صور من يعني المكان خالي تماما من الاساس، وطبعا يبدو انه تم تحطيم الاشياء تماما. خالد، هل لديك اي معلومات او اي شيء تحب تضيفه؟ انا الان في الدور الثاني. كما ترون الان تم تكسير كل ما داخل احدى الغرف. هنا في الدور الثاني يعني السيراميك والحجاره موجوده على الارض. يعني ايضا انا وجدت عدد كبير من الزجاجات التي تحمل يعني مياه ناريه او مولوتوف كما اكدوا. يعني طيب دول موجوده قدامك يا خالد، هل نقدر نشوفها؟ هل نقدر نصورها علشان نتاكد او نوثق؟ يعني سأحاول يعني أنا وجدتها بأسفل المقر يا ريت لو قدرت تحصل على مكانها أو نصورها وهي في مكانها، أو يعني علشان يتم توثيقها مش أكتر. حتما سأحاول. يعني هذه بعض المشاهد من الزجاجات أو زجاج النافذة الذي تم تكسيره وتحطيمه بالكامل. نعم. يظهر دخان كثيف جدا نتيجة الحرائق الكبيرة. هذه أيضا غرفة أخرى تم تكسيرها وتحطيمها بالكامل. هل يوجد أدوار أخرى غير الدور ده يا خالد؟ بالفعل أستاذ جيهان، هناك الدور الثالث والرابع ثم الأعلى السطح. نعم. سنحاول يعني بقدر الإمكان أن نصل إلى أكثر من مكان نوصل صورة كاملة. طيب احنا معاك يا خالد، خليك معانا، وممكن تتداخل معانا في اي لحظه، بس الصوره معانا، يعني خليكم معانا ومباشر وحصري. وهناخد راي، نرجع تاني للدكتور عماد. كنت حضرتك بتتكلم عن ان القوى المدنيه بترفض اي اعمال عنف وبترفض اي اعمال لحرق اي مقرات وما الى ذلك، لكن خلينا نتكلم بقى عن دعوه الحوار، وانه هيبقى في انتخابات برلمانيه، وانه النهارده في الشروق الدكتور مرسي بيقول سنعمل يعني على حل يرضي جميع الاطراف وما الى ذلك. السفير عمر عامر بالامس بيتكلم عن انه الدكتور مرسي باقي في منصبه حتى نهايه مدته. يعني تعليق حضرتك، وهروح للنقطه دي بعديك للدكتور رأفت لانه عارفه عايز يعلق. انا بس في الحقيقه انا يعني صعبان عليا الاثنين السفراء المتحدثين باسم الرئاسه. يعني في الحقيقه بيقولوا كلام هم مش مقتنعين بيه، وبيقولوا كلام عارفين انهم بيكذبوا، وفاهمين ان الناس اللي بتتفرج على التلفزيون فاهمين انهم كذابين، لان الناس متوتره. دي مدرسه الدبلوماسيه المصريه، ما ينفعش عيب كده. يعني عشان كده لازم يبقى حد متحدث من الاهل والعشيره عشان يقدر يبقى متسق مع نفسه وهو بيتكلم. لكن واحد اتربى في يعني مدرسه الدبلوماسيه المصريه، لا اعتقد عيب قوي عليهم. المفروض كفايه كده، المفروض يستقيلوا ويرجعوا كسفراء في وظائفهم ايا كان الثمن اللي هيتعمل، لانه عيب انهم يعملوا هذا الامر. النقطه الثانيه،
انا عايز اقول حاجه، القوى المدنيه لم تمارس عنف ولا في على ايديها دم يا استاذه جيهان، كويس، وتكره الدم وتكره العنف ولا تلتزم الا بالسلميه. يعني امبارح صوري متحدث سفير ما يشوفش من الجمال اللي موجود في التحرير غير محاوله التحرش بصحفيه هولنديه، والصحفيه الهولنديه النهارده في مسيره قالوا الساعه 6 هتروح للسفاره الهولنديه تقدم اعتذار، لان دي مجموعات مندسه بتعمل هذا الامر، ودايما الشعب المصري بيبدع، عشان كده عملوا كاردونات لحمايه السيدات والفتيات. طب انا عايز اقول لحضرتك انا كنت جاي من مسيره شبرا اكتر من 70% منها سيدات وفتيات، فعايز اقول بيتحدوا الشعب المصري. ومسيره المثقفين والفنانين كان فيها سيدات كتير، نجوم يعني كمان فقط سيدات شفنا يعني. الدور الرابع يوجد زي حريق. خالد معانا يا خالد، لو نقدر نعلق على الصور دي حصريه لقناه دريم. اتفضل يا خالد. انا باعلى مقر مكتب الارشاد الان. هذه حرائق اشتعل ب11,000. طبعا احنا ضد العنف بجميع اشكاله، وضد حريق اي مقر لاي حزب، وضد اراقه الدماء بكل اشكالها، وضد اي اقتحام لاي مقر، ولكن احنا بنعرض على حضراتكم الصوره على الحيه المباشره من داخل مكتب المقطم. اتفضل يا خالد. لو حضرتك تسمعيني، يعني هذه فوارغ او البلي الذي اطلق من خلال الاعيره. نعم كما توضح الصوره. نعم، ده صور لبعض الأسلحة اللي موجودة اللي كانت البلي. هناك أيضا فوارغ رصاص، بس يعني أنا لم أعثر عليها حتى الآن، ولكن كانت مع أحد المتظاهرين ولم يوافق على أن يعطيها إلي. نعم واضح إنه الدخان يعني في عينيك يا خالد. إحنا بنعتذر لك معلش، بس هو العمل الصحفي هي مهنة البحث عن المتاعب. بالفعل أستاذ جيهان بالفعل. نعم طيب. أطلع أنا الآن، أنا معك أستاذ جيهان، معك، وأطلع الآن إلى أعلى. نعم مراسلنا خالد أبو عرب، بالحقيقة أنت والكاميرا مان بتبذلوا مجهود كبير جدا، لكن أنتم بتقوموا بعمل حصري. الموافق لي في هذه التغطية. نعم أنت بتصعد الآن الدور. هذه زجاجات أستاذ جيهان. طيب هنا في بنزين أو جراكن. الزجاجات التي تحمل بنزين ومياه نارية كلها قابلة للاشتعال، وأيضا على يساري بعض الكراتين لو توضح الصورة إلي. نعم طيب، يعني هو كمان يا خالد مجموعة من الزجاجات التي تحمل مياه نارية دي زجاجات يعني مواد غازية قابلة للاشتعال يعني. دي زجاجات مياه نارية، وزجاجات المفروض انها مولوتوف او ما الى ذلك، يعني زجاجات مياه نارية. يعني سأحاول طيب بالفعل، يعني في خطورة عندما يعني نقترب اليها، ولكن يعني دعنا نصور فقط يعني. طيب احنا طبعا بندين العنف بكل اشكاله. انا بس بكرر 90,000 مرة على الهواء انه احنا بندين العنف، ندين العنف بكل اشكاله، لانه حتى لا يقال انه والله احنا بنصور الان لانه هناك نوع من الشماتة او ما الى ذلك. لا، احنا بندين العنف بكل اشكاله، واحنا كمان بنقول انه ربما اللي موجودين دول ليسوا من المتظاهرين، قد يكونوا بلطجية، احنا مش عارفين، لكن احنا هنعرف التحقيقات اكيد هتعرف. بس دي زجاجات مولوتوف موجوده اهي قدامنا، باينه واضحه تماما. اثار المواد التي توجد الان على الارض. وهذا يعني بعض المتظاهرين اكدوا الان انه معمل فيه اشياء كثيره كيميائيه باعلى سطح. لو بس الكاميرا تركز شويه على الازاز، زجاجات يا خالد. ايوه دي زجاجات، واضح انها زجاجات مولوتوف موجوده في مقر مكتب الارشاد في المقطم. نعم حاول ان نرصد بشكل اقرب لنوضح الصوره هنا في هذا الدور. ده غرفه كامله فيها الزجاجات المعده للاشتعال. بالفعل استاذ جيهان. نعم انا ساحاول الان ان ادخل وسط هذه الزجاجات. نعم هذه الزجاجات تحمل مواد كيميائيه، يعني انا يعني هناك خطوره اذا لا بلاش يعني ما فيش داعي تمسكها، لكن عبر الصوره. يعني بعض المتظاهرين اكدوا انه معمل يوجد به اشياء او مواد كيميائيه قابله للاشتعال، وتوجد اعلى هذا السطح. يعني انا الان في اعلى مكان في مقر جماعه الاخوان المسلمين او مكتب الارشاد كما توضح الصوره. ده على السطح، يعني ده على سطوح مبنى مكتب الارشاد، وموجوده زجاجات المولوتوف على السطح.
بالفعل استاذ جهاد. نعم، وواضح انه معمل او مكان لتصنيع هذه المتفجرات، وواضح انها مسكوبه على الارض ويعني لتصنيعها. ده اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم مباشره لايف، يعني ده مش ما فيش اي مونتاج ولا فبركه ولا اي شيء، ده على الهواء مباشره. ده سطح مكتب الارشاد في المقطم اللي تم حرقه وسرقه محتوياته، ولكن ده السطح اللي عليه مجموعه من زجاجات المولوتوف، على ما يبدو مقر لتصنيع هذه العبوات اللي بتلقى بعد ذلك على الناس. طيب خالد خليك معانا، احنا برضو لو في اي تفاصيل اتفضل. اوضح لك الان المشهد